مش فاضل غير ثواني ونوصل للكنز وسلاح الهكسوس الأثري. ايه ده؟ النفق ده ما بيخلصش ابدا ولا ايه؟ الحقوني! الحمد لله الحبل سليم. جعران أثري فعلا زي ما قال البرعي بيه، ده بيلمع قوي. هو في ايه؟ المكان اتهز ولا انا بيتهيألي؟ وبعدين بقى كده اتفتح يعني ولا ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عملها الولد الغشاش. أخيرا هندخل المملكة. الحقوني! أنا اتحبست هنا يا مرجان يا البرعي بيه، الحقوني! حسونا اتحبس يا جماعة. الحق يا البرعي بيه، الحبل انقطع، لا يكون الولد حصل له حاجة. المهم ندخل المملكة، ولما نخرج نبقى نشوف الموضوع ده. بينا يا رجالة. حسيت بالهزة دي؟ ده معناه إنهم فتحوا البوابة. أيوة حسيت، والجربوع جرب يقطع الحبل خلاص. شاطر، أهو فك الحبل أهو. يلا 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 بسرعة. يلا بينا. أول ما نخرج من هنا نطلع على الطريق ونهرب من غير ما حد يشوفنا. طب والمملكة؟ ما ينفعش أبص عليها بص. يوه، وافرد مسكونا تاني. بص بس. الحقونا الحقونا! البرعي بيه واللي معاه بلعتهم المقبرة. إزاي؟ إيه؟ إيه اللي حصل؟ بتقول إيه؟ كنا ماشيين في أمان الله وفجأة الحيطان لفت بيهم واختفوا. أنا صعبان عليا العيل الصغير اللي اتحبس هناك. عيل مين ده؟ عيل صغير اسمه حسونة، هو اللي فتح باب المملكة. حسونة؟ وضاع حسونة هو هنا؟ كمان جوه المملكة. لأ. الحقوني! الحقوني! لا 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 لا، اوعى تخلص، انا بخاف من الضلمة. تعالي لي يما. الحقوني! ياه، دي أحسن بكتير من اللي تخيلته. أنا مش مصدق إني هنا. شايف الروعة يا بكار. وإني عايزة ألاقي حسونة. طيب خليك جنبي علشان ما نتوهش من بعض. أنا لما درست المملكة اكتشفت إن الهكسوس كانوا عاملين مصايد وأفخاخ كتير للجواسيس. إيه ده؟ ها؟ ده أكيد بيفتح باب لا حاسب يا بكار. إيه؟ قلت لك اللي بنى المملكة دي عمل أفخاخ للصوص. معظم التروس دي لو حركتها أكيد هتحصل لك مشكلة. سامع الصوت ده؟ ده أكنه ولد صغير. أيوة، ده صوت حسونة. بس ده جاي من جوه الحيطة. حسونة يا حسونة، أني بكار، أنت سامعني؟ ايوه يا بكار، الحقني، انا خايف قوي قوي. أنت دخلت جوه الحيطة إزاي؟
طيب ما تخافش، هنحاول نخرجك. هنعمل ايه يا عم عابد؟ طيب تعالى ورايا، يمكن نلاقي طريقة للفتح من جوه. ايه ده؟ الطريق مسدود. طب وبعدين؟ الراجل قال المقبرة بلعتهم، مش يمكن يكون فيه مدخل سري؟ ايوه، يمكن لو دوسنا هنا مثلا. ممكن جدا، لأن ده أكيد مش فخ ولا حاجة. يلا دوس. اهو. ايه ده؟ حسونة، بكار. احنا فين كده؟ أكيد دي قاعة الملك السرية. ايه ده؟ في نور جاي من هناك. ده البرع بيه واللي معاه. أنا هتجنن، لا في سلاح سري ولا في كنز. ولفينا المكان والأوض كلها حتة حتة. انتوا جيتوا ازاي؟ زي ما انتوا جيتوا. اتصرف يا معلم عابد، احنا مش عارفين نخرج من هنا. يوه، قلت لك ما تقوليش يا معلم. اكيد مكتوب هنا طريقة الخروج، هنقولك اللي انت عايزه، بس خرجنا، احنا محبوسين. واللي هيجنني إن مفيش سلاح سري. سلاح سري؟ انت جيت لغاية هنا ومولت الرحلة الاستكشافية علشان توصل للسلاح السري؟ أمال عشان العلم والتاريخ. أنا كنت فاكر كده. البرع بيه ما تفرقش معاه الحاجات دي، البرع بيه كعبقري ما يهموش غير الفلوس. وكعبقري بقى، انت شايف ان السلاح اللي اخترعه الهكسوس من آلاف السنين ده ممكن يبقى ايه بالظبط؟ ممكن يبقى سلاح خطير، ولو وصلت له تقدر تبيعه للدول وكده. طبعاً. مكتوب مكان السلاح السري اهو، مكتوب هنا. مكتوب إيه؟ قول. السلاح الذي سيغير نتيجة المعركة، السلاح الرهيب المهيب. أيوة هو ده. هذا السلاح المقدس الذي تهتز له أوصال الأعداء وترتعد له فرائصهم ما تخلص بقى. المفروض موجود في الحجرة دي. البعران ده هو المفتاح. أخيراً. أخيراً بقيت أقوى واحد في العالم. هو فين السلاح؟ المكان ما فيهوش غير السهم ده. وهو ده السلاح السري. مكتوب إن علماء الهكسوس اكتشفوا إنهم لو زودوا ريشة في مؤخرة السهم هتخليه يضرب بسرعة ولمسافات بعيدة. يضرب إيه؟ قنابل ويعمل انفجارات وكده؟ لا، يعني ممكن يصطادوا به الأعداء أو البط المهاجر لتغذية الجنود، والكلام ده بقى أيام حرب الهكسوس وأحمس. كانت أحلى أيام. هو ده السلاح السري. ما بقاش سري بقى، ما احنا كلنا عرفنا. يعني أنا صرفت كل الفلوس دي عشان سهم بريش زيادة؟ في الحقيقة السهم ده ما فيهوش غير ريشة واحدة زيادة، وأعتقد إن اللغة الهكسوسية ما كانش فيها فرق بين المفرد والجمع. أنا هتجنن. مش مشكلة يا البرع بيه، المهم دلوقتي خلينا في الكنز. كنز إيه؟ الكنز اللي احنا جايين علشان نستولي عليه.
مفيش كنز ولا حاجة، أنا جاي عشان السلاح ده. اما انت عليك خفة دم يا البرعي بيه. البرعي بيه ما بيهزرش. ثانية واحدة. في ايه؟ انت عامل نفسك ذكي، بس انت مش اذكى من البرعي. بيه، ده مش السلاح السري. السلاح السري ورا الحيطة دي. وعرفت ازاي؟ السهم بيشاور على المنطقة دي، ولو بصيت كويس هتلاقي ان فيه ترس. شبانة، مرجان، بلاش تعالوا الله. نحرك الترس ده مع بعض عشان نوصل للسلاح السري. يا البرعي بيه، يا البرعي بيه، خلي بالك، خلي مش بالك لان عايز ولا كلمة. يلا. ارجع لورا. الباب بيفتح. ها؟ هم حصل لهم ايه؟ هتلاقي الممر اللي هم وقعوا فيه ده بيوصل للصحراء، بس مش عارف بقى في حد هيلاقيهم ولا ايه؟ طب احنا هنخرج ازاي؟ زي ما جينا. طيب الحمد لله. هو انت متضايق ليه؟ مش متضايق، بس يعني أنا كنت بتمنى إني أكتشف حاجة مهمة. ما انت اكتشفت المملكة دي كلها. اكتشاف مهم طبعا، بس عارف مش هو ده اللي أنا كنت متوقعه. أنا كنت فاكر إني هلاقي سر قديم، سلاح خطير، كنز ما حصلش، يعني حاجة تستاهل التعب والمجهود والترياجة اللي الواحد خدها وتكتب اسمي في كتب التاريخ. انت عارف مثلا إن الهكسوس دفنوا كل ثرواتهم وذهبهم في مكان غامض قبل ما يسيبوا مصر. يا حسونة، وبعدين بقى ايه ده؟ ياه، ده شكله كده المكان الغامض اللي كنت بتتكلم عليه. ودي شكلها كده كنوز الهكسوس. أنا طبعا مبسوط جدا إني اكتشفت الاكتشاف ده، واللي ساعدني فيه الطفل العبقري بكار وصديقه حسونة. برافو عليكم. شكرا. كانت رحلة جميلة قوي قوي، بس يا ريت ما تتكررش تاني. على فكرة حضرتك كده هيتكتب اسمك في كتب التاريخ. ما أنا عارف، أنا عبقري. طول عمري بقول عليه عبقري. وانا كمان لما جالي وقال لي الكلام بتاع المملكة والهقص ده صدقته على طول. أنا أصلاً اللي شجعته عشان يسافر. يا راجل، أمال يقلش حاجة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ لقوا آمون. الكنز. ده كنز رائع. الكنز اهو، واحنا خدنا الصابونة. لانك ما بتفهمش. انا اللي ما بفهمش ولا انت يا البرعي؟ ايه؟ بتقول لي البرعي من غير بيه؟ انا البرعي بيه. انا خدت الصابونة. انا البرعي يتم بيه. تحويلهم أنا الى مستشفى البرعي الامراض بيه. العقليه. انا خدت الصابونة. مع السلامة يا عم شلالي. مع السلامة يا بكار. عم شلالي، أمي عايزة تعدي البر التاني على المغرب علشان تشتري حاجات من السوق اللي هناك. أهلا وسهلا، وأني هبقى هنا. واني عايزة اجي على العصر عشان اصطاد سمك. أنت بالذات لا يا حسونة. ليه بس كده يا عم شلالي؟ المرة اللي فاتت المركب كانت هتغرق. خلاص
هخليك انت اللي تسوق المرة دي، ما تقلقش. ركوب المركب حلو، بس لما بنروح المدرسة مش بيبقى أسرع. بنفضل واقفين نستنى المركب، وعم شلال يعجز وبقى بطيء قوي. بس المركبة جميلة، ولو صحينا بدري ممكن ناخدها كل يوم وما نمشيش. بس المشي مفيد. نروح مشي ونرجع بالمركب. وانت بقى اللي تحاسب على المركب كل يوم. هتلعب معانا النهاردة؟ عايزين نلعب عسكر وحرامية. وحسونا يبقى الحرامي. حرامي ما عنديش مانع. أنا عايز أروح متحف النوبة. اشمعنى؟ حبيب أبوها تعين هناك وهيدخلنا كل يوم ببلاش. يا ريته تعين في مدينة ملاهي ولا سايبر، كنا استفدنا صحيح. وهو يعني عشان أبوها تعين نقوم ندخل ببلاش؟ المفروض وإحنا داخلين المتحف ندفع زي أي حد. أنا بقول نلعب عسكر وحرامية فعلا، بدل ما نخسر بعض بقى. إيه ده؟ يمكن حد جوه عيان ولا حاجة. أمي. أنتي كويسة يا أمي؟ الحمد لله يا بكار. مالك يا ولدي؟ أمال العربية دي بتعمل إيه هنا؟ في حد مستنيك جوه. ها؟ مين؟ تعالى يا بكار. هو حضرتك مين؟ أنا دكتور نصحي. معلش بقى، انت مش فاكرني لأني لما كشفت عليك لما كان عندك الحصبة كنت انت عندك 2 سنين. أهلا بيك، اتفضل. بص، أني سألت ناس كتير وكلمت والدتك وفهمتني كل حاجة، وهي ست متفهمة جدا في الحقيقة، ووافقت إني أطلب منك تساعدني في الحالة الإنسانية اللي عندنا. حالة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. في واحد اتعرض لحادثة خلته يفقد الذاكرة. يعني إيه؟ يعني ينسى كل حاجة. وما يفتكرش حتى اسمه، زي ما بنشوف في الأفلام. هي حالة نادرة، بس هو ده بالظبط اللي حصل. هو مين اللي حصل له كده؟ راجل كبير عربية خبطته لما جالي على المستشفى، كان فعلا ناسي اسمه ومش عارف أي حاجة عن نفسه. الحاجة الوحيدة اللي كان فاكرها وعارفها هي اسمك انت يا بكار. هو عمل الحادثة في مكان قريب قوي من هنا، وأني عارفك طبعا، فقلت أخليك تيجي تشوفه، يمكن تساعده إنه يفتكر. هو فين؟ تعال معايا المستشفى وانت تشوفه. تعال يا بكار، المريض اهو. مشرد. اهلا يا ابو كف رقيق وصغير. وحشتني وحشتني ايامك يا ابو البكارير. الو، شكرا يا حضرة الضابط، ألف شكر ألف شكر، مع السلامة. الضابط ده في المديرية بيقول لي إن مشرد خرج من السجن ومفيش عليه أحكام تانية. أنا مش عارف يا دكتور، أنا ممكن أعمل إيه؟ معلش، أنا ما كنتش أعرف إنه لص خطير للدرجة دي، بس برضه لو تحب يعني ممكن تساعده يفتكر. طب وهي دي يعني حاجة كويسة؟ مشرد كان لسه آثار، ولو افتكر ممكن يرجع يسرق تاني. كلام سليم. يعني نسيبه ناسي كده؟ امال نعمل ايه؟ ده المفروض يترمي في السجن. ما هو بيقولك انه خرج خلاص ومفيش اي جرايم تانية تخليهم يقبضوا عليه. يبلغ عنه انه سرق اي حاجة من البيت عندكم، وفي السجن بقى هما يبقوا يعالجوه. وهو ده كلام ده يا حسونة؟
بص يا بكار، لو عايز تسيبه وتروح اعمل كده طبعا، بس حسب ما الضابط قال لي هو مفيش عنده أسرة ولا في أي حد يعرفه، فلو حابب ممكن يعني تقعد معاه شوية، ولو افتكر هيبقى عارف هو هيخرج من المستشفى ويروح فين. ودي عايزة سؤال، هيروح يسرق طبعا. أو يمكن الحادثة خلته يبقى إنسان كويس ويتعظ ويبطل سرقة. لو عايز رأيي مفيش حد ما يستحقش فرصة تانية، يمكن صحيح الحادثة اللي حصلت له دي تخليه يتغير، مين عارف؟ طيب. كلمه وما تحاولش تفكروا بأي جريمة هو عملها، أما نشوف هيحصل إيه. يعني أقول له إيه؟ اتصرف. أنا فين؟ صباح الخير يا عم مشرط. مشرط؟ الاسم ده مش غريب عليا. أيوة، ده اسمك، أو على الأقل ده الاسم اللي أعرفه. يمكن يكون ليك اسم تاني بقى بس أني معرفوش. بس ده اسم مش كويس، تحس كده انه زي ما يكون اسم مجرم ولا حرامي. صح، معاك حق. خلاص غيره. تحب أقولك إيه؟ مش عارف، انا هبقى افكر واقولك. انت مين؟ انت تبقى قريبي ولا حاجة؟ ها؟ لأ، أني واحد قابلتك قبل كده. كنت مدرس مثلا بدرس لك في المدرسة؟ ده بكار يا أستاذ مشرط. بكار؟ ده الاسم الوحيد اللي انت كنت عارفه. صحيح، بس أنا مش عارف ليه الاسم ده مضايقني. أكيد أنت غلطان يا عم مشرط، وأني يعني هضايقك في إيه؟ طب أنت تعرفني منين بالظبط؟ ها؟ تقدر تقول كده يعني إني كنت بقابلك كتير لأنك كنت بتشتغل جنبنا دايما. عشان كده. طب أنا بقى كنت بشتغل إيه؟ كنت بتشتغل شغلانة غريبة شوية. غريبة إزاي يعني؟ يعني شغلانة في الآثار والحاجات دي. يبقى أكيد كنت بشتغل مرشد سياحي. بس حاجة غريبة، أنا مش فاكر اسمي ولا أي حاجة عن نفسي. بس أيوة، أنا دلوقتي حالا افتكرت حاجات كتير جدا عن الآثار والتماثيل الفرعونية والكنوز المستخبية. ابتدى يفتكر. برافو عليك. برافو إيه بس يا دكتور، أني خايف جدا. بتقول حاجة يا بكار؟ لا ولا حاجة. يا أخي مش عارف ليه اسمك ده مضايقني. ما تغيره انت كمان. تعال نسمي نفسنا احنا الاتنين اسم واحد. ايه رأيك في مسعد؟ انت رايح فين يا أستاذ مشرط؟ انا الحمد لله بقيت كويس. صحيح انا ما افتكرتش حاجة قوي، بس طالما بكار عارف انا كنت شغال فين، يبقى بعد اذنك خدني للمكان اللي كنت شغال فيه، واكيد هقابل هناك ناس تعرفني، ولو مش عارفيني قوي هلاقي عندهم بياناتي واسمي الحقيقي وعنواني وكده يعني. يلا بينا يا ابو البكارير. انا افتكرت حاجة كمان اهو. معلش يا بكار، كمل جميلك. أيوة يا دكتور، بس هو ابتدى يفتكر، وممكن يفتكر كل حاجة وتبقى مشكلة بجد. أني بقول نسلمه للشرطة. بتهمة إيه؟ إنه ناسي اسمه؟ فارس، حسونة، روحوا انتوا وانا هخرج مع مشرط وبكار نتمشى بره شوية، وهنوصله لأي معبد ولا أي منطقة أثرية ونسيبه. ولو سرق حاجة ابقوا اقبضوا عليه. أو الأحسن يا دكتور تودوه عند الشرطة وهم بقى يقولوا له الحقيقة وخلاص.
ماشي. واحنا رايحين فين يا دكتور؟ بص يا أخي مشرط، إحنا هنوديك قسم الشرطة وهيقولوا لك كل حاجة، لأنهم أكيد عندهم السجل بتاعك كله. طب ما توديني الشغل بتاعي زي ما اتفقنا. الشغل بتاعك ممكن ما نلاقيش حد فيه، وخصوصا إنك أنت كنت بتتنجل في أكتر من مكان، ومش هنلاقي حد عارفك هناك. طيب اللي تشوفه. أنا كل اللي بتمناه إني حتى لو ما افتكرتش أي حاجة أشتغل شغلانة شريفة آكل منها عيش بالحلال وأعيش في حالي. أنا زي ما بقول لك يا دكتور عارف حاجات كتير عن الآثار. ده أنا كل شوية بكتشف معلومات في دماغي ممكن تخليني أبقى أحسن مرشد فيك يا مصر. يا دكتور ممكن نقف على جنب شوية؟ يمكن يا دكتور هو بقى كويس فعلا وعاوز يشتغل شغلانة شريفة، وممكن يبقى مرشد زي ما قال. يعني أنت رأيك إننا نعمل إيه يا بكار؟ أبو حبيبة جارتي اتعين في متحف النوبة، ممكن نفوت عليه ونقول له يشوف شغلانة المشرط. تعال نجرب إننا نعمل كده فعلا. أيوة يا برنس، الحكاية خالت عليهم، وأنا عارف إن بكار هياخدني على الراجل أبو البت اللي شغال في المتحف. يعني هتعين في المتحف وهننفذ سرقة العمر، وهيبقوا سلموا القط مفتاح القرار. هاي بكار. ايه ده؟ انتي عرفتي انني منين؟ سمعت صوتك بتكلم الدكتور نصحي بره. وعرفتي كمان انني بره؟ انا زي ما اكون بشوف بوداني. خلي بالك يا دكتور. ابوكي موجود يا حبيبة؟ لا، هو في الشغل في المتحف. كنت عايزه في حاجة؟ هي حاجة غريبة شوية، بس لازم برضو تبقي عارفاها. هانت. يمكن بس محتاجة شوية تمثيل زيادة، وأنا موهبة برضك. معقول يا بكار؟ مشرط؟ طب هو ممكن يشتغل في المتحف؟ ده مرة قبل كده حاول يسرقه. بس هو دلوقتي ناسي كل حاجة. مش عارفة، أنا مقدرش أقول لأبويا الكلام ده لأنه ممكن يتضايق ويخاف علينا. صح. ها؟ معاكي حق. أنا حاسس إني بسبب لكم مشاكل من غير داعي. ربنا يخليك يا دكتور، أنا تعبتك معايا كتير. وإنت يا بكار يا ابني كتر خيرك. ارجع بقى بيتك، أكيد مامتك ورشيدة قلقانين عليك دلوقتي. أنا إن شاء الله هتصرف، أكيد هعرف أوصل لشغلتي القديمة تاني واشتغلها. أشوف وشكوا بخير. استنى. أني هاجي معاكم. يلا نروح لأبويا في المتحف وهو بقى هيتصرف إن شاء الله. ازيك يا عم اويندي؟ أهلا بيك. انا اوشي. ما قلت لك أهلا؟ انا سامع انك احسن واحد يقرا برديات. قديمة. وأنا سامع إنك حرامي خايب. أنا طالب منك البردية اللي اتكلمنا عليها من إمتى؟ ما هي في المتحف ومعلمي مشرب بيحاول يوصل لها. خليه يحاول كده لغاية ما الزبون اللي جاي يشتريها يطفش وما نطولش حاجة. ما انت لو قلت لي مين هو الزبون ده هظبط الأداء على طول. لا ياض، إور وتخلص معاه
وما تدينيش نصيبي. عيب، انا برضه اعمل حاجه زي كده؟ حرامي ومساعد مشرب، ما تعملش كده ليه؟ البردية دي فيها سر، وأني لازم أعرفه قبل ما نبيعها، لأن ممكن أي حد يضحك علينا ويدينا أقل من تمنها، والكلام ده لازم يحصل على بكرة بالكتير، لأن الزبون اللي عايز يشتريها أجنبي وهيسافر على بلاده بعد يومين. مشرد هيدخل المتحف النهارده. يعني إيه؟ يعني على بكره تكون عندك، بس عايزين منك مساعده صغننه علشان نعرف ننجز على نضيف. عايزين ورقه بردي شبه اللي هنسرقها علشان نحطها مكانها في المتحف ومحدش يحس بالسرقه. انت عارف ان البردية اللي احنا عايزينها موجودة في مخزن المتحف. انا مش عارف ممكن مشرط يعرف يدخله ازاي اصلا. انا متاكد انه هيتصرف، معلمي قديم في الكار ومش سهل ابدا. اتفضل يا سيدي. أزيدي شغل فراعنة بصحيح. بس ما تسواش 10 جنيه، التانية بقى تسوى ملايين. خلاص يا أستاذ مشرط، تقدر تستلم شغل معانا من النهاردة، والأستاذ مدير المتحف قال لي إنك كمان ممكن تبات هنا. في المتحف؟ لا، في بره المتحف أوضة زيادة جنب أوضة الحارس. ربنا يخليه ويكرمه. ده كلام جميل جدا. هو عم مشرط هيشتغل ايه بالظبط؟ هنا يا أستاذ مشرط شغلك هيبقى في المخزن. يا سلام، شوف الصدف. صدف ايه؟ قصدي يعني ده مكان جميل جدا، وهيخليني قاعد طول اليوم وسط الحاجات اللي بحبها، اللي هي الحاجات الوحيدة اللي أنا فاكرها. هتمسك الدفتر ده وتدون فيه بيانات كل قطعة أثرية موجودة هنا. بس دي شغلانة صعبة جدا ومتعبة، لأننا كل يوم تقريبا بيجيلنا آثار جديدة. وكل كام يوم بتعملوا جرد؟ ها؟ كل يوم بالليل. على بركة الليل. الحمد لله، لقينا له شغلانة كويسة وواضح إنه اتبسط، وحتة ينام فيها لغاية ما مشكلته تتحل ويفتكر. يا ريت يفضل ناسي، أحسن لو افتكر كل حاجة وهو جوه. ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش حتة آثار في المتحف كله. ما تقلقش، أبويا قال لي إن المتحف كله متراقب بالكاميرات طول اليوم. والمخزن زي ما سمعت بيعملوا له جرد كل يوم يا بكار. يعني إيه جرد؟ يعني كل يوم في موظفين بيدخلوا المخزن ويتأكدوا إن كل الآثار موجودة جوه ومفيش حاجة ضاعت. يعني حتى لو مشرط افتكر إنه لسه آثار وحب يسرق أي حاجة مش هيقدر. يا حبيبي يا بكار يا ابو البكارير، مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كل الكنوز دي محطوطة على الرف مستنية معلم زيي يفهم قيمتها. ايه ده؟ تمثال تحتمس ورامينه كده يا ظلمة. يا نهار، فلوس أنوبيس يا حبيبتي يا أنوبيس. لا 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 لا، ايه ده؟ وأدوات جراحية وأدوات تحنيط.
أحمدك يا رب، أنا عايز كل ده. واضح إن مخاوفنا مش حقيقية، وعلى كل حال استمر في مراقبته لغاية ما نتأكد إنه كويس. أنا متشكر جدا يا فندم إن حضرتك عينته، ولو إني شايف إننا ما كانش المفروض نعينه في المتحف، كنا شفنا له أي وظيفة في الهيئة اللي في البلد بعيد عن الآثار والبرديات. محتاجين ناس، هنجيب منين؟ طب ربنا يسهل ويطلع كويس فعلا. ايه ده؟ مشرط راح فين؟ بص اهو، ده كان في الحمام. طب واعملوا بقى الجرد بتاعكم براحتكم. ايه ده؟ مشرط مش ناسي يا رشيدة، يعني بيمثل، واكيد هيسرق المتحف. هاي حبيبة. هاي بكار، خير؟ ازيك يا حبيبة؟ ازيك يا خالة؟ ابوكي موجود يا حبيبة؟ ايوه يا بكار. مشرط مش ناسي حاجة. وانت عرفت ازاي؟ لما كنا واخدينه وجايين على المتحف قال لي روح لأمك والرشيدة، واني ما قلتلوش خالص انني عندي معزة اسمها رشيدة. ما يمكن سأل حد ولا حاجة. يمكن طبعا، بس برضو انا قلت اقولك، يمكن يكون ناسي كل حاجة فعلا، بس برضو الاحتياط واجب. أنا ما كنتش مطمن. وأنا قلت لحضرتك إننا ممكن نشوف له شغل في مكان تاني. سيبك من الموضوع ده دلوقتي، في حاجة ناقصة؟ كده يا فندم كله موجود، مفيش أي حاجة ناقصة. يعني إيه؟ ظلمنا الراجل؟ زي ما قلت لحضرتك مفيش أي حاجة ناقصة. ومشرط فين؟ قال لي إنه رايح ينام في الأوضة اللي جبناها له، بس أنا بصيت هناك قبل ما أجي، مش موجود هناك. هو حر، يمكن راح يتمشى ولا حاجة. المهم إنه ما سرقش حاجة. قلقتنا على الفاضي. الحرص واجب. ما تخلوش يعرف إننا شكينا فيه عشان ما يزعلش. حاضر، مش هقول له حاجة. ايه يا ريس أويندي؟ أني شاكك في حاجة. اللي هي لو حقيقة
يبقى الزبون بتاع النهارده مش هيلزمنا. اللي هي ايه برضه؟ دي تحتها خريطة. خريطة ايه؟ مش عارف، بس ممكن تكون حاجة اكتشفوها أصلا وطلعوها من تحت الأرض ومحطوطة في متحف هنا ولا في القاهرة، وممكن بقى تكون سر ولسه ما حدش اكتشفه. خلاص ندي البردية للراجل الأجنبي اللي عايز يشتريها ونقسم الفلوس وخلاص، بدل وجع الدماغ على الفاضي. استنى يا حرامي. أنا؟ انت لسه ورور على قدك، ما تفهمش في الحاجات دي مش شغلانة تخطف واجري. قول يا كبير. واحنا ليه ما نعملش الاتنين؟ انت مش راجل بتعرف تقرا البرديات؟ اقرا لنا الخريطة ونقلها في ورقة ونبيع البردية ونكمل احنا. الخريطة تحت الرسم، يعني لازم أمسح الرسم ده كله عشان أعرف أقراها. والبردية تبوظ وفلوسها تضيع علينا. أنا بقول بلاش. وأنا بقول نجرب. ولو البردية دي باظت على ما فيش، المتحف مليان وأنا لسه شغال هناك ومفيش حد خد باله من أي حاجة. بس لو طلع الراجل ده معاه حق. عم مشرط بقول لك احتمال يلاقي خريطة، وبعدين احتمال توصلنا لحاجة، وبعدين احتمال تكون الحاجة دي لسه محدش اكتشفها، واحتمال تبقى اتاخدت خلاص. كل دي احتمالات، وانا بقى بتاع الأكيد. احنا في ايدينا بردية تتباع بملايين، وانت دلوقتي شغال في المتحف، يعني ممكن كل يوم تجيب لنا واحدة جديدة، وأويندي يعمل مكانها واحدة مزيفة، ونبيع ونكسب من غير ما حد ياخد باله. هنطمع ليه؟ السلام يا داوشي، تعجبني فيك قناعتك. شكرا يا معلم. أنا بقى عايز أعرف الخريطة اللي في البردية دي. وأنا؟ أنت مالكش رأي، قلت لك ور أنت ور. اشتغل يا ويندي، امسح الرسم وخلينا نشوف الخريطة اللي بتقول عليها. ومش مهم الزبون اللي هيشتري ده، بكرة نجيب مليون زبون غيره. خريطة مقبرة محدش عرف يوصل لها. يعني مقبرة محدش لمسها ولا فتحها. دي ممكن تبقى زي كنز توت عنخ آمون. شفت يا فقري؟ والمقبرة دي فين؟ في وادي الملوك. بينا على هناك يا رجالة. يلا بينا. يا حسونة، وإيه يعني لما اتجابله؟ أنا بقولك إن شكله كان بيخطط لحاجة. إزاي يعني؟ لقيته ماسك قلم وورقة وبيخططهم؟ ثانية واحدة هضحك وارجع لكم. حسونة، مالكش دعوة انت يا فارس. أبويا قالي إن عم أويندي ده اتقبض عليه كذا مرة قبل كده وهو بيهرب وبيزور آثار، ومشرط كان عنده امبارح. يبقى ايه؟ يبقى لازم نتأكد قبل ما نعمل أي حاجة. طب تعالوا احنا التلاتة نروح هناك ونشوف. هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه؟ ادخل يا بكار وشوفوا جوه. ما تدخل انت. ايه انت فاكرني ان انا خايف؟ لا بس انا يعني عايزك تدخل انت عشان تتشجع. طب اقول لكم
تعالوا احنا التلاتة نعمل نفسنا هنشتري حاجة. هاي، واضح ان مفيش حد. طب يلا نمشي. ده انت جبان جبن. عايزاه يا فارس؟ انت مش جايبنا وراك لغاية هنا؟ لو عاوز تمشي امشي يا حسونة، أني مش همشي. ولو جه عم أوندي هقوله إن إيه ده؟ ها؟ قلتلك حرامي. هي دي الأصلية، وواضح إن مشرط حط بردية مزورة وخد دي. وليه مسحوها وبوظوها كده؟ بص كويس يا حضرة المدير، دي خريطة. خريطة؟ خريطة المقبرة مش معروفة، محدش دخلها قبل كده، دي في وادي الملوك. يبقى لازم نبلغ الشرطة فوراً. هنا هو ده المكان اللي الخريطة بتوصل. وهنعمل ايه؟ ايه؟ احنا هنحفر وانت هتقف تتفرج؟ أني راجل عجوز وكفاية إني وصلتكوا لهنا. يلا بينا. بيتهيألي إن احنا مش هنضطر نحفر. ليه؟ شواغين، ما تسيبونيش هنا يا دي أخلاقي. مش عارفين نشكركم ازاي. احنا بسببكم مش بس حمينا المتحف من السرقة، ده احنا كمان اكتشفنا أكبر مقبرة من مقابر وادي الملوك، وكل الآثار اللي فيها هتتنقل هنا في المتحف وهتتحط في المخزن. ها؟ ليه؟ لغاية ما نلاقي لها مكان يا بكار. ربنا يستر على المخزن ده، مشرط لا يمكن ينساه أبدا. المهم أنا عندي ليكم مكافأة هايلة. من النهاردة انتوا التلاتة ممكن تدخلوا المتحف في أي وقت ببلاش. يا سلام يا سلام، أهو ده كلام جميل، وكل يوم هنيجي هنا. بكار، معلش لو سمحت عايزك تيجي معايا. المرة دي فقد الذاكرة فعلا. إيه؟ أيوة، والمرة دي لازم يفتكر لأنهم عايزين يستجوبوه ويقول لهم هو خد إيه بالظبط من المتحف ومين بقية اللصوص. طب واني؟ أنت الوحيد اللي ممكن تخليه يفتكر يا بكار. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا أستاذ مشرط. مشرط؟ مشرط مين؟ ده يبقى اسمك. وده اسمي ده. يا بكار لازم تساعدني. يا دكتور، ما حضرتك شفت اللي حصل المرة اللي فاتت؟ معلش، لازم يا بكار. هيصدقوني تاني واضحك عليهم تاني. أنا إنسان، ده أنا أنا مين؟ بكار، صباح الخير يا أمي. صباح النور. انت صاحي؟ من بدري وصليت وفطرت كمان. ده ايه النشاط ده كله؟ النهارده اجازه واني خلصت الواجب وعايزه اروح اقابل همام وفارس. ومستعجل كده ليه؟ مش عايز اضيع وقت خالص، عايزه احس اني استفدت من كل دقيقه في الاجازه. ربنا يسعدك. طب قولي،
تتغدى ايه؟ أي حاجة هتعمليها هتبقى حلوة يا أمي. اعمل لك ملوخية؟ ملوخية؟ يا ريت. ده غالي نجم فوق في العالي. هاي همام، هاي هاي بكار، هاي حسونة، هاي فارس، هاي هنعمل ايه؟ عايزينها تبقى أحلى أجازة. أنا عندي فكرة حلوة. وانا مش مطمن. تعالوا نروح المكتبة نقرا، ده في كتب جديدة نزلت امبارح واني مش قادرة استنى. قلتلكوا مش مطمن. كتب ونقرا. ايوه يا حسونة، ده عم شربون بيقول انها قصص جميلة جدا. يا بكار، احنا لسه كنا في المدرسة وعمالين نقرا ونحفظ ونكتب، وبنقول لك عايزينها تبقى أجازة كويسة. وبعدين احنا عايزين نتحرك، هنخرج من البيت نقعد في مكتبة؟ خلينا قاعدين في البيت أحسن. تعالوا نطير طيارات ورق. وأنا ما بحبش الطيارات الورق. ولا أنا. وأنا عايز أقرا. يوه. تعالوا نلعب كورة. هو احنا مفيش أي حاجة نعملها غير الكورة؟ أنا زهقت من الكورة. لأنك على طول بتتغلب. ما انتوا بتخلونا ألعب مع بكار وهو ما بيعرفش يلعب ولا يقف جون. أنا مش عايز ألعب كورة. تعالوا نلعب بلي. ايه ده؟ أنا ممكن أسلف كل واحد بلية ونلعب مع بعض. لا طبعا، نلعب كورة. نطير طيارات. نقرا. نلعب بالبلي. خلاص تعالوا نلعب حاجة تانية خالص مع بعض. ايه هي؟ استغماية. فارس يعد ويغمي عينيه واحنا نستخبى. وش معنى أنا؟ ما تغمض انت عينيك. نعمل جرعة. أنا مش عايز ألعب استغماية. تعالوا نلعب نط البصل. مش على الصبح كده يا همام، هنتعب ومش هنبقى عارفين نعمل ايه تاني. هو احنا عارفين نعمل ايه اولاني لما هنعمل تاني؟ طب تعالوا نروح المكتبة نلون بالألوان. برضو المكتبة؟ يا بكار مش عايزين نقعد، عايزين نتحرك. وبعدين انت بس اللي بتعرف ترسم. بقول لكم ايه، تيجوا بدل ما نلعب نطلع المركب مع ابويا ونصطاد سمك. وبالمرة نبقى اشتغلنا مع ابوك ببلاش. ايه اللي بتقوله ده؟ ما بحبش ان اطلع اصطاد. ما تيجوا نروح السوق نتفرج على الأراجوز. شفته 100 مرة. يبقى ما قدامناش غير اننا نجيب بومب وصواريخ ونفضل طول اليوم نفرجحهم تك 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 تك. لا طبعا، انا عندي فكرة تانية. اليوم هيضيع. بقالنا اكتر من 3 ساعات مش عارفين هنعمل ايه. بقول لكم ايه، تعالوا نعمل كله بامية، واللي يكسب يختار لنا حاجة نعملها مهما كانت بقى وخلاص. ماشي، نعمل كله بامية. ما بحبش البامية. أنا جوعت. وأنا كمان. وأنا برضو، أصل أنا ما فطرتش. تعالوا كلوا معايا في البيت، ده أمي عاملة ملوخية تجنن. لا، ملوخية ايه؟ أنا أمي عاملة محشي من امبارح ومش هاكل غير محشي. سلام. أنا ما بحبش الملوخية برضو، هجيب سندوتش فول من السوق. فارس، تيجي معايا؟ لا يا بكار، تعال انت معايا، اصل انا هاكل النهارده فتة بالدوكة والاصلاد. بس دي اكلة تقيلة جوي ولذيذة جوي، ده انا بقالي اسبوع بحلم بيها، وامي قالت لي هتعملها لي النهارده، زمانها خلصتها. سلام. اليوم هيضيع كده يا رشيدة. واني اللي كنت فاكر انه هيبقى يوم جميل. على فكرة اني ممكن اروح المكتبة لوحدي، بس هزهق. وبعدين ايه فايدة ان الواحد يكون عنده صحاب لو هيعمل كل حاجة لوحده؟ أنا مش فاهم هما ليه مش عايزين يجوا معايا المكتبة؟ كان زماننا دلوقتي
رحنا وجرينا وانبسطنا. هو ليه بس ما نبقاش كلنا متفقين وعاوزين نفس الحاجات؟ يعني ليه بس ما نبقاش كلنا زي بعض ونحب نعمل نفس الحاجات ونروح نفس الأماكن؟ ياه، ده الدنيا كانت هتبقى حلوة قوي. أني تعبت من كتر الكلام وصحي بدري. أنام شوية بس أني كمان. بكار، اصحى يا بكار. ايه ده؟ هو انت مين؟ يعني ايه السؤال ده؟ انت مين؟ وازاي انت شبهي قوي كده؟ انا بكار برضو وعشان كده شبهك، او انت اللي شبهي، مش هتفرق. يلا تصبح على خير يا بكار. أنا تعبت من كتر الكلام وصاحي من بدري وعاوزة أنام شوية بقى. رشيدة، وانتي فاهمة حاجة؟ ايه ده؟ أنا مش فاهم أي حاجة. ايه اللي حصل يا رشيدة؟ معقولة دي؟ ممكن تكون فعلا أمنيتي اتحققت؟ طيب أنا هتأكد بنفسي، وعشان أتأكد مفيش قدامي غير طريقة واحدة. هوي هوي بكار، هوي بكار، هوي يا بكار، هوي. ها؟ بكار وبكار وبكار وبكار؟ ها، أكيد. يا دماغي. طيب هو انتوا بتعملوا ايه؟ احنا كنا لسه حالا بنفكر هنعمل ايه. لا، ما تقوليش انكم مش عارفين هتعملوا ايه وانكم مختلفين مع بعض. لا طبعا، كلنا عاوزين نروح المكتبة نقرا. رشيدة، أمنيتي اتحققت. كل الناس بقوا زيي يا رشيدة، ومش هنختلف مع بعض أبدا، ولا هيبقى في حد عايز يمشي كلامه على التاني أو ايه ده؟ ايه؟ اقف في دورك. هو ده طابور ايه؟ طابور المكتبة. كل دول كلنا عايزين نفس الحاجة، نقرا في المكتبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا عايزة أقرأ كتاب عن السندباد البحري. أيوة بالظبط. عرفت إزاي؟ الكتاب ده خلص، مفيش منه أي نسخ تانية. كل بكار هنا عايز نسخة، وإحنا ما كانش عندنا غير 17 مليون نسخة. إيه بس؟ معلش بقى، فيه كتب تانية قديمة زي رحلة إلى باطن الأرض، قريته قبل كده. أنواع الألوان. يوه، وده كمان قريته كتير. فيه كتب تلوين، قريتها ولونتها واني صغير. هي كلها متلونة فعلا، والناس كلها برضو قروها، وعشان كده محدش عايز ياخدها. حاجة تزعل. معلش، دي مشكلة واحدة. أنا هعمل حاجة تانية. يا جماعة، تيجوا نرسم؟ فكرة حلوة. أيوة، يلا نرسم. أنا برسم من الصبح.
تعالوا، المنظر من هنا تحفة. أيوة، كويس جدا فعلا، منظر كويس. كويس جدا. تعالوا يلا تعالوا. طيب، ها، ايه رأيك في رسمتي؟ زي رسمتي، دي نفس شكل رسمتي بالظبط. لا، دي رسمتي. الله على رسمي. شفتي؟ كل الناس بيرسموا زي رشيدة، او انت اللي بترسم زي كل الناس. مفيش هنا حد احسن من حد في اي حاجة. ايوه، كلنا زي بعض. هاي حسونة، هاي فارس، هاي. هنعمل ايه؟ عايزينها تبقى أحلى أجازة. تعالوا نلعب حاجة تانية خالص مع بعض. أنا جوعت. وأنا كمان. وأنا برضو. سلام. ايه فايدة ان الواحد يكون عنده صحاب لو هيعمل كل حاجة لوحده؟ يعني ليه بس ما نبقاش كلنا زي بعض ونحب نعمل نفس الحاجات ونروح نفس الأماكن؟ ياه، ده الدنيا كانت هتبقى حلوة قوي. اصحى يا بكار. ايه ده؟ هو انت مين؟ يعني ايه السؤال ده؟ ايه ده؟ أني مش فاهم أي حاجة. متقوليش إنكم مش عارفين هتعملوا إيه وإنكم مختلفين مع بعض. لا طبعا، كلنا عاوزين نروح المكتبة نجري. إيه ده؟ إيه؟ أقف في دورك. هو ده طابور إيه؟ طابور المكتبة. كل دول كلنا عايزين نفس الحاجة. الكتاب ده خلص، مفيش منه أي نسخ تانية. كل بكار هنا عايز نسخة. حاجة تزعل. يا جماعة، تيجوا نرسم؟ فكرة حلوة. أيوة، يلا نرسم. ايه رأيك في رسمتي؟ زي رسمتي، دي نفس شكل رسمتي بالظبط. لا، دي رسمتي. الله على رسمي. شفتي؟ كل الناس بيرسموا زي رشيدة، او انت اللي بترسم زي كل الناس. مفيش هنا حد احسن من حد في اي حاجة. ايوه، كلنا زي بعض. همام وفارس وحسونة كانوا بيحبوا اللي انا برسمه. هما ما بيعرفوش يرسموا زيي، وانا ما بعرفش العب كورة زي همام، واحنا الاتنين دمنا مش خفيف زي حسونة، ومفيش حد فينا شاطر في العربي زي فارس. كل واحد كان شاطر في حاجة. عندك حق يا رشيدة، احنا ما كناش بنتفق. داني حتى اما قلت لهم تعالوا كلوا معايا ما حدش جه. اني جعان. اما اشوف امي عامله لنا ايه. طبعا ملوخيه. ايه ده؟ ايوه بقى، ملوخيه يا سيدي. على الملوخيه، اني بحب الملوخيه، واني كمان دي احلى اكله. اصلا مفيش اكله تانية غيرها، لانها جميله وامي بتعملها كويس جدا. ها؟ امك؟ دي امي انا. لا طبعا امي انا. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى، دي امي انا. امي بس. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى، امنا كلنا. بكار. نعم يا ايوه أنا انا مش عارفه اقول لكم الحكايه دي ازاي، بس خلاص ما بقاش فيه ملوخيه. ايه؟ لا بتقولي يعني ايه؟ ايوه، الطبق ده كان اخر طبق ملوخيه، لانكم ما بتاكلوش غير الملوخيه فخلصت من السوق. وبعدين ليه كده؟ طب هنعمل ايه كده؟ ممكن ناكل عدس او فول او لوبيا ناشفه، او بسله. بس اني بحب الملوخيه.
مش مشكلة، ممكن ما ناكلش ملوخية ونضحي بيها زي ما ضحينا بحاجات كتيرة بنحبها. لأن كلنا بنستخدمها وما بنستخدمش غيرها، والحاجات التانية اللي ما بجيناش بنلاقيها زي الكور والطيارات الورق والبومب والبيلي، دي حاجات أصلا محدش فينا بيحبها، والناس اللي بتعملها فلست عشان ما فيش أي أطفال بيشتروها. ثانية واحدة، أنا عايزة أسألكوا سؤال، هو أنتوا عاوزين تطلعوا إيه لما تكبروا؟ ده سؤال ده. شوف يا عم بيقولك إيه، سهلة جدا، هو في غيرها؟ رسام طبعا، رسام، وأنا كمان طبعا هبقى رسام. ومين اللي هيبقى دكتور ويعالجنا لو تعبنا؟ إيه ده؟ أنا مقدرش أعالج حد، أخاف، وأني كمان. أيوة دي حاجة تخوف، وأني أصلا لو شفت دم هخاف جدا. أيوة وأني كمان، أني ما بحبش الشغلانة دي، ولا أنا، شغلانة صعبة. ومين اللي هيبقى مهندس يبني لنا بيوتنا؟ ها؟ ومين أصلا اللي هيصنع لنا الألوان اللي هنرسم بيها؟ أنا سمعت أصلا إنهم هيلغوا الأحياء والعلوم والحساب من المدرسة. ومش هيدرسوا لنا غير الحاجات اللي احنا بنحبها. أيوة، الشعر والقصص والرسم. وعلى فكرة مش هيبقى فيه حصة ألعاب. طب ونعيش كده ازاي؟ في حاجات احنا ما بنحبهاش بس لازم تبقى موجودة. لازم يبقى عندنا دكاترة ومهندسين ومدرسين وفلاحين، وإلا مش هنعرف نعيش. لازم نقسم كل حاجة بينا. أيوة صح، أني موافق على الكلام ده، وأني كمان. وأنا، كلنا موافقين. طب يلا نقسم الشغل بينا، أني هشتغل شغلانة وأنتوا تشتغلوا شغلانات تانية. ياه، الحمد لله طلعوا بيفهموا. هتشتغل ايه؟ رسام طبعا. ايه ده؟ أنا اللي هبقى رسام؟ لا طبعا أنا بقول أنا اللي هشتغل رسام. أنا اللي هشتغل رسام، قلت لك أنا. أني حاسس إنني عطشان. أيوة، زهقان. أيوة، وكل اللي بتحبه بقى ماسخ وملوش أي طعم. أيوة، وكل اللي أني بقدر أعمله ما بقتش أحبه زي الأول. وأني كمان، وأني برضو، وأني كمان برضو. أني مستغرب لأننا بنقول كل اللي أنت بتفكر فيه. أيوة، وأني كمان. إيه ده؟ إيه؟ في إيه؟ عيب عليك. أني عملت إيه؟ أني وقعت في التين من غير ما أقصد، ودي حاجة ممكن تحصل لك. أكيد. طب ليه الكلام ده بقى؟ كلام إيه؟ أنت كنت بتفكر إنني أكيد جلبيتي مش مغسولة لأنني كنت بلعب ومهمل ومش عايزة أستحمى. أني ما تكذبش. مش هكذب، لكن عرفت إزاي اللي أنت كنت بتفكر فيه؟ أيوة، لأننا كلنا هنا بنفكر زي بعض بالظبط. وبنوصل لنفس الفكرة في نفس الوقت. بس دي حاجة سخيفة، مملة، تضايق، تجنن. بصراحة كل ده أكيد، بس خلي بالك يا بكار. أني لا، هو بقول لك خلي بالك لأننا كلنا هنا متفوقين وشاطرين وموهوبين كمان. ماشي، بس أني وحشني الناس التانيين. غريبة يعني محدش قاطعني المرة دي، لأنك كنت بتفكر إن لو حد قاطعك المرة دي هتتمنى إن الحياة ترجع زي ما كانت وكلنا نختفي. بس كفاية، اخرجوا من دماغي، مش عارف أفكر. قصدك مش عارف تفكر؟ أفكار مش هتعجبك. وليه يعني لازم أعجبكم؟ لأنك زينا كلنا ومش مختلف عنا، وبكرة هتبقى مجرد رقم
ويجي بكار جديد مش فاهم حاجة. أيوة، وتجاوب على أسئلته زينا. إيه ده؟ هو راح فين؟ أيوة صح، ده اختفى. سيبكم منه شوية وهنلاقيه. هو مين؟ أهو بكار زي أي بكار وخلاص. عندك حق، شوية وهيرجع لنا. هيروح فين يعني؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ أنا ليه حاسس بغربة كده؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ أنا ليه حاسس بغربة كده؟ ليه كل حاجة حلوة كانت بتبسطني بقت وحشة وحشة كده؟ حلوة الحياة في اختلافنا، اختلافنا فيها رحمة. ألوان الكون بتتجانس، شوف فيها كم لون ولا حد حاسس. لو كانت كلها لون واحد هتبقى مشكلة. يا جماعة الحقوا! ايه في ايه يا بكار؟ مقبول حصل ايه؟ نلحق ايه؟ في واحد زارع ملوخية، اني هروح اجيب منه عشان امي تعمل لي ملوخية. ده نفس اللي انا فكرت فيه بالظبط. وانا كمان هعمل كده. وانا طبعا. يلا بينا، اني هسبقكم، اني اللي هسبقكم. ايه ده؟ هات انت. سيب انت. ولا انت ولا هو. اني اللي هاكل. اني اللي هاكل اخر علبة. اني اشتريت اخر علبة الوان من النوع اللي ما بنعرفش نرسم الا بيه. اوعوا تسيبوه يا بكار. ايوه، عاوز ايه؟ في ايه؟ بكار ده معاه اخر شوية ورق ممكن نرسم فيه. بجد؟ ومعاه كمان الوان لسه ما خلصتش. بتقول ايه؟ لا يا بخته. وطاقيته شكلها مختلفة غير طاقيتنا خالص. شكلها أصلية ولا ايه؟ ايه ده؟ اهجموا عليه. يلا اهجموا عليه. يلا هوي بكار، مالك؟ انت كنت نايم ولا ايه؟ الحمد لله. ايه، حلمت حلم؟ حلم ايه؟ ده كابوس. طب الحمد لله انك صحيت، احنا اتغدينا. قلنا خلاص بدل ما نقعد نضيع وقت في التفكير وكل واحد يبقى برأي، نيجي ونخليك انت تختار حاجة نعملها. لا أنا ما عنديش أي مشكلة. أنا هعمل أي حاجة تقولوا عليها. لا يا بكار، انت اختار حاجة. لا، اختاروا انتوا واني موافق على أي حاجة تختاروها. بقول لكم ايه، تعالوا نلعب كورة زي ما همام قال، أو نطير طيارة مع فارس، أو نلعب بالي مع حسون. حس كده بقى، يلا بينا نلعب كورة. لا طبعا، نطير طيارات. لا طيارات ولا صواريخ، احنا نلعب بلي. ليه بقى ان شاء الله. ايه يا بكار بتضحك ليه؟ اصلي مبسوط قوي عشان انتوا صحابي، وكل واحد فيكم بيحب حاجة غير التاني، واهم حاجة مخلياني مبسوط فعلا ان مفيش مني كتير.